هي كانت رحلة طويلة. فيلم طويل قوي يعني. أنا فرهطت جوه الفيلم فعلا. أنظم أفكاري وأقول لك دلوقتي كل حاجة في الفيلم ده هنتعب، بس هقدر إن شاء الله بإذن الله. لو انت فاتك اي فيلم من الام سي يو، لو انت ناسي اي احداث من الاحداث بتاعت الام سي يو وجاي بقى تخش على الفيلم بتاع افنجرز اند جيم، انا بنصحك ان انت تشوف فيديو انا عامله بيلخص ال 20 فيلم اللي فاتوا في 10 دقايق بس. انا هحط اللينك في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت وبقول لي رايك. لو انت عايز اجابه سريعه فاي حد متابع الام سي يو لا لازم يخش الفيلم، لازم. ما دام انت بتابع ام سي يو يبقى لازم تخش الفيلم. فيلم حلو. هل لو انا مش متابع الام سي يو بقى هتبسط جوه الفيلم؟ تعالى نتكلم في ديت سوا. في توقعات عاليه وتسويق كامل بقى لهم كتير عمالين يتكلموا عن ده، سواء على مدار الافلام من 2008 لحد النهارده او بعد اللي حصل في انفينيتي وور، وعايزين بقى نعرف ايه اللي جرى بعد كده. هل كان قد التوقعات؟ انا ما احبطتش زي كابتن مارفل طبعا. الفيلم حلو يا جماعه، فيلم حلو. لكن هل احلى حاجه في الدنيا او احلى فيلم في الام سي يو؟ دي فيها كلام بقى وفيها اذواق وفيها اراء وهناخد وندي يعني. افلام الام سي يو بحبها جدا. كنت شايف ان هم عملوا الحلقه المفقوده ما بين ان انا اعمل فيلم كوميك يكون مبني يعني على كوميك او جرافيك نوفل، وفي نفس الوقت يكون فيلم ناضج. فيلم اللي انا اتفرج عليه وانا عندي حاجه و20 او عندي حاجه و30 استمتع بيه، زي لو انا عندي 13 و12 و15 سنه وهكذا. يعني مش لازم اكون مراهق عشان اتبسط من الفيلم، لا. ايا كان عمري هلاقي فيه شيء يهمني جوه الفيلم ده. بس في افلام تانية من الام سي يو بحس ان انا لا لازم اقفل دماغي خالص عشان استمتع. انا شايف ان الام سي يو لا زالت بتكلم نفس الفئه العمريه من اول 2008 لحد النهارده. وانا صغير كنت بحب فيلم اسمه مورتال كومبات. الناس اللي من جيلي بالنسبه لها الفيلم ده كان لو شافته يعني فكان بالنسبه لها فيلم وهمي يعني. دلوقتي انا بجد صعوبه ان انا اشوف الفيلم ده. بجد صعوبه ليه؟ لانه الفيلم كان مناسب للفئه العمريه بتاعت وقتها. وانا عندي 10 سنين 12 سنه، ما اعرفش كان عندي كام سنه وقتها. وشفته كان فيلم جميل، كان فيلم يبهرني. لكن انا لو شفته دلوقتي بجد صعوبه. انصح بيه اي حد من الفئه اللي انا كنت فيها. برضو الام سي يو في افلام كتير انصح بيها للفئه العمريه دي. لكن ما انصحش ان حد قدي يخش الفيلم ده وينبسط الا تاني لو داخل عشان يضحك او يقفل دماغه ويستمتع ويقتنع بقصه الفيلم ايا كانت ايه. كل التمهيده دي ليه؟ مش عشان اقول فيلم وحش، لا. فيلم حلو. بحس دايما ان هو بيتعاملوا مع الافلام لا زالوا بنفس الفئه العمريه بتاعت 2008. وانت النهارده كنت بتتكلم واحد عنده 15 سنه فشاف فيلم ايرون مان، انت معتبر اللي كان عنده 15 سنه ده لسه عنده 15 سنه برضه في 2019 وبيتفرج على افنجرز اند جيم. مين عجبني اكتر، افنجرز انفينيتي وور ولا افنجرز اند جيم؟ انفينيتي وور عجبني اكتر. اند جيم فيه بعض المشاكل لكن في حاجات تانية كويسه كتير. هتكلم عن ده وعن ده، مش جاي اقول الفيلم وحش. في حاجات كتيره جدا بتكيفك جوه الفيلم. حاجات زي ايه؟ الفيلم ده عباره عن رحله من حاجه اسمها الفان سيرفيس. كل الناس اللي هي كانت معجبه بالافلام دي واتعلقت بشخصياتها بتتكافئ جوه الفيلم ده. ايه الحاجه الوحيده اللي مش هتلاقيها؟ فلسفه عميقه، فكره قويه، على الاقل بنفس مستوى انفينيتي وور. فيلم متوقع بدرجه كبيره، فيلم كبير طويل جدا. اللي بقول لك ده انا اتفاجئت بصراحه في الفيلم ده مره واحده. ولما اقول حاجه واحده حصلت في الفيلم الطويل ده هتفهم قد ايه انا مش حاسس بملل، بس اللي هو ها وبعدين هيحصل ايه؟ هل ده معناه ان انا كنت ملان؟ لا. يمكن انا كان توقعاتي ان انا كنت محتاج حاجه مبهره تليق بالقفله بتاعه ام سي يو. هل تم احباطي؟ لا. بس هل كيفت؟ لا، ما كيفتش. هل هقعد اتناقش فيه كتير مع الناس لما اجي اشوفهم زي ما اتناقشت مع الناس كتير في انفينيتي وور؟ اكيد لا. لكن لو انا عندي 15 سنه كنت هتكيف قوي 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 من الفيلم ده. عندي بعض المشاكل في السيناريو بتاعت ام سي يو عموما. كل شويه كده تلاقي فيه شخصيه قويه جدا وفجاه تبقى ضعيفه جدا في الفيلم اللي بعده. ليه؟ انا اعتقد ان ده بسبب اختلاف في وجهات النظر بين مخرجين الافلام. الام سي يو مش كلها بنفس المخرج. فكل فتره بيجي مخرج يحط التاتش بتاعه ويحط رؤيته. انا ما عنديش مشكله ان هو يغير رؤيته بس ما يغيرش الثوابت. يعني انا النهارده عارف ان فلان الفلاني ايا كان، مش عايز احرق، قوي جدا هنا وبعدين فجأة بقى ضعيف، او العكس كان ضعيف جدا وملوش لازمة وفجأة بقى قوي يعني. طب وبعدين في بلوت هولز في الفيلم وفي بلوت هولز اتخلقت اللي هيحصل بعد كده يعني. في فيس 4 بقى هيبقى عندي فضول هم هيفكوا ازاي من اللي عملوه ده. يعني زعلان برضو من طريقة تناولهم لبعض الشخصيات لكن مبسوط من تناولهم لشخصيات تانية كتير. الفيلم تاني كان ممكن يكون اصلا بداية الفيلم كانت حلوة، بداية الفيلم كانت ماشية في اتجاه جميل يعني. درجة ساعات بحس ان اللي اخرج الحتة الاولانية غير اللي اخرج نص الفيلم يعني. لما طلعت من الفيلم انا واصحابي، باي ذا واي اصحابي كانوا برضو في نفس الفئه العمريه بتاعتنا، فاحنا كنا طالعين كلنا مبسوطين متلخبطين طبعا مفرهدين من اللي حصل ده. لكن كنا مبسوطين. لكن في حد قال ان هو ماستر بيس؟ لا خالص. ما حدش قال ان الفيلم ده 10 من 10 مثلا او 9 من 10. اي ثينك ان الافرج بتاعنا كان بيلعب، انا مش فاكر انا قلت كام، بس الافرج بتاعنا كان بيلعب في 7 ونص حوالي. الفيلم كله كان فان سيرفيس بس النهايه بتاعته بالذات
كانت فان سيرفيس، كانت الناس كتير مستنيها، بالذات الجيل بتاعنا اللي هو شاف الافلام من 2008 لحد النهارده، كانوا محتاجين النهايه دي والقفله ديت. لو انتوا عايزين تسمعوا اكتر عن رايي في الفيلم دوت بحرق بقى المره دي، لو انتوا عايزين تعرفوا ليه انا عاجبني افنجرز انفينيتي وور اكتر من الفيلم دوت، واقارن بينهم بكل التفاصيل بقى اللي عايز احكي فيها، قولوا لي في الكومنتات، لان انا فعلا عايز اتكلم عن ده، عايز اقول ايه اللي انا كنت محتاجه، ايه اللي انا كنت عايزه، وايه اللي نفسي الافلام تبقى ماشيه في السكه ديت ليه. فيلم حلو ولازم تشوفوه، حتى لو انت مش مراهق، لو انت بتحب الام سي وبتحب افلام الكوميكس عموما، ما تتوقعش بس ان هو يكون بنفس عمق حاجه زي لوجان او دارك نايت، لكن خش هتتبسط اكيد. تخشه مرتين ولا لا مش عارف، ما اعتقدش. احسن فيلم في الدنيا؟ لا طبعا. احسن فيلم في الكوميكس؟ لا طبعا برضو، لكن فيلم حلو اه طبعا فيلم حلو. اشوفكم على خير.